أول ما بدأ قال الدعاء. يا جماعة، حينما يطرح الإنسان بين يدي الله ويدعوه، لا سيما في الأسحار، الله عز وجل كريم قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، قريب مجيب. فإذا اطرح الإنسان بين يدي الله ودعا الله وانكسر بين يديه بقلب صادق ودعا الله في أن يكشف عنه ما ألم به من هذا الذنب، صدقوني أيها الإخوة أن الله قريب مجيب الدعوات. وقد يؤخر الله عز وجل الإجابة اختبارا للعبد، قد يؤخر الله عز وجل الإجابة اختبارا للعبد. فعلى الإنسان لا يسأم، وليحرص كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية على الأذكار، لأن الشيطان يا إخواني يتسلط على الإنسان بالذنوب والمعاصي لضعف يقول فيه. إذا ضعف عن الطاعة انتهز الشيطان الفرصة، لكنه إذا امتلأ قلبه بمحبة الله عز وجل وخشيته وخوفه، وامتلأ وقته بطاعة الله عز وجل من الإقبال على الله بذكره وقراءة القرآن ودعاء الله جل وعلا، ولا يترك للإنسان فرصة في أن يوحي إليه بشيء من المعاصي، فإن الإنسان يا إخوان يضيق الخناق على الشيطان، بهذا يضيق الخناق على الشيطان. لكن أن يترك لنفسه الحبل على الغارب ويلهو ويترك لشيطانه كما يريد يوسوس ويبث في قلبه ما يريد، هذا الذي يعرض نفسه للآفة. فعلى الإنسان يا إخواني ألا يسأم ويجتهد في أنه يحرص على أداء الصلوات في وقتها جماعة، لا سيما صلاة الفجر. فإن صلاة الفجر يا إخواني، وهذا معروف، من جرب ذلك عرف أن صلاة الفجر واقية بإذن الله سبحانه وتعالى، ودافع للشر بالدرجة الأولى. بعض الناس قد يقول أنا والله قد لازمني ذنب ولا أستطيع الانفكاك منه، لأن ما في صدق. لو كان هناك صدق مع الله سبحانه وتعالى واطراح بين يدي الله جل وعلا وعزيمة في أن الإنسان يترك هذا ويصبر عليه، والله يا أخوان الله يعينه بذلك. حتى قال بعض السلف: لا يكون الإنسان متقيا لله حتى يكون بينه وبين المناهي جدارا من حديد، جدارا من حديد. فيصبر الإنسان، لأن يا إخواني الصبر يدفع به الإنسان عن نفسه مرض الشهوة، وباليقين والعلم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. ما هو الاستمتاع بالخلاق؟ أخذ نصيبه من الشهوات، والخوض الخوض في الباطل في دين الله وهي الشبهات. كلا المرضين مذكورين في هذه الآية. ذكر الله حبوط الأعمال لمن لزمه مرض الشهوة الشبهة، فقال: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. فعلق الله عز وجل حبوط الأعمال والخسران بلزوم الشهوة والشبهة لدى الإنسان. فالإنسان يدفع هذا المرض، هذه مرض الشهوة، بالصبر، ويدفع مرض الشبهة باليقين والعلم. نعم.